بيتخطف يا جماعة مني. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اهلا بيكم حبايبي في قناتكم قديم وجديد. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا في احسن حال. النهاردة زي ما انتوا شايفين الكرنبيت او القرنبيط، زي ما بتقولوا. انا عن نفسي بعتبره من فصيلة الكرنب فبقوله بالكاف. النهاردة معايا 4 اسرار جبتها لك عشان يبقى معاكي مقرمش وجميل. زي ما انتوا شايفين معايا الكرنبيتية بالكاف. انا بعتبره اخو الكرنب فبقول عليه كرنبيت، فاللي بيقول عليه قرنبيط هو حر بقى. انا دلوقتي بقطعه زهرات او الشجر اللي انتوا شايفينه، زي ما بيقولوا بقى زهر شجر، فصوص. زي ما احنا قلنا الكرنبيت لازم يكون الشجر بتاعه متماسك كده مع بعضه حلو، ومش رفيع ومش منفصل عن بعضه قوي. بنجيب طبعا على الحلة بتاعتنا فيها مية هي بتغلي. بنحط اول سر من الاسرار، وهو معلقة الخل في المية ومعاها شوية الملح. قلنا معلقة الخل دي بتعمل ايه؟ بتبيض لي الكرنبيت جدا، بيبقى لونه روعة، وكمان ما بتعمليش ريحة خالص خالص خالص، وكمان بتخليه مقرمش معايا في القلي، تخلي المسام بتاعته ما بتشربش زيت قوي. يعني كل الفوائد دي بتاخديها من معلقة الخل اللي بنحطها في المية بتاع السليق. جربوها يا جماعة يعني هتعجبكم جدا. من غير لبن، من غير وبعدين انا ما بحطش كمون، لو انت بتحطي في الخلطة بتحطيه. هنا بقى الخلطة بتاعتنا اللي احنا هنحط فيها الكرنبيت معانا اللبن. لو انت عايزة تحطي كمية اللبن دي نص مية ونص لبن مفيش مانع. هنحط عليها الدقيق، هنحط عليها النشا، هنحط عليها معلقة صغيرة بيكنج باودر، هنحط عليها توم باودر، بصل باودر، معاكي جنزبيل، معاكي شوية كمون اهو، معاكي علشان يبقى بقى طعم الكنتاكي، معاكي كاري، وكمان شوية لو موجود بهارات فراخ، لو موجودة. لو مش متوفرة مش مشكلة. بنقلب بقى الخليط ده مع بعضه كده من غير بيض زي ما انتوا عارفين. طبعا بتحط الملح، نسينا نقول ملح، بتحط شوية ملح. بيبقى الخليط بقى يا جماعة بصوا مش تقيل قوي ولا خفيف قوي، علشان انا مش عايزاه يعمل كتل مع الكرنبيطة، عايزاه بس يديني كفر زي ما احنا قلنا زي الصمغ كده، هيلزق معايا الكفر التقيل بتاعنا بقى التاني. سر بقى من الاسرار بعد معلقة الخل ان انت ما تسلقهوش قوي، ان انت تطلعيه ناشف كده مش مهري. ده السر التاني اهو، ان انت تطلعيه بالمنظر ده. هو مستوي اهو شايفة، بس هو مش مهري، مش لين معاكي، علشان انت لسه هتحطيه في الزيت هيتقلي لسه وهيستوي اكتر كمان. بنحط بقى الكرنبيط في الخليط بتاعنا. الكفر بقى بتاعنا عبارة عن ايه؟ زي ما انتوا شايفين الكورن فليكس، وده تالت سبب من الاسباب اللي هتخليه معاكي مقرمش وجميل. الكورن فليكس ده الدقيق بيبقى مقرمش وحلو برضو، لكن الكورن فليكس ده بيبقى اكتر كمان قرمشة وبيخليه فعلا كنتاكي معاكي. بتطحنيه زي ما احنا شايفين، زي ما احنا شفنا كده بتطحنيه، بتخليه ناعم شوية، وبتحط عليه الملح، ولو عايزة تطعميه برضو بشوية توم باودر، بصل باودر ممكن، وبتحط عليه شوية نشا برضو. ولو عايزة تحطي بيكنج باودر احنا حاطين قبل كده، بس لو عايزة تحطي يعني حاجة بسيطة كده في طرف المعلقة. وبعدين بتحط الكفر بتثبتي عليه قوي عشان ما ينزلش منك حاجة منه في الزيت. بصوا بقى السر الرابع، ان انت بعد ما تعملي الكفر بتاعك ده هتحطيه في التلاجة شوية، يعني حوالي نص ساعة كده. بصوا الاسرار دي بجد مش هتلاقوها في اي حتة.
بعد ما بنحطه بقى في التلاجة شوية كده بنجيبه وبنقليه بقى في الزيت. وعشان يفضل محتفظ بقرمشته مدة، ممكن تعتبري ان التقطيعة الكبيرة دي سبب برضو من الاسباب، لان ان هو بيشرب زيت، هو الزيت ده هو اللي بيخليه يطرى، فالتقطيعة الكبيرة دي ما بتخلوش يشرب زيت. وفي نفس الوقت شكل كنتاكي فعلا بالظبط. ف علشان يعتبروه الولاد هو كنتاكي ويفتح نفسهم على الاكل بتقطعيه شكل كنتاكي. كمان بتطلعيه بقى على مصفى علشان برضو يفضل محتفظ بالقرمشة بتاعته وينزل كمية الزيت اللي فيه، ويبقى متهوي التهوية الكافية اللي تخليه محتفظ بالقرمشة. وبعد كده بعد ما يبرد شوية ممكن تحطيه بقى تنقليه على مناديل ينزل بقية كمية الزيت الموجودة. وبيبقى بالشكل الروعة ده. ونقول بالألف هنا وشفا. ولو عجبتكم الطريقة والأفكار اللي قلتها ادعوا لي دعوة حلوة ليا ولأولادي بصلاح الحال، وادعوا منه باللايك والشير والاشتراك في القناة وفعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم كل الفيديوهات الجديدة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.